الحمد لله الغفور الحميد ذو العرش المجيد، يهدي بهداه من يريد ويضل من أعرض عن نهجه السديد. بين للناس طريق الهدى وحذرهم من دروب الردى، ووعد من أطاع وأوعد من اعتدى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الذين جعل الله مودتهم من الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذا البرنامج نتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، وما زلنا مع ورقة قدمها الأستاذ عبدو هيجي، وهو من الكوادر الإعلامية في الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا، وعين بعد ذلك مديرا للتلفزيون الإريتري، ومن ثم التحق بالسلك الدبلوماسي وعين سفيرا في الدنمارك ومن ثم باكستان، ولم يتقلد أي منصب رسمي منذ استدعائه من باكستان، فهو ما زال قيد الاحتجاز. يقول الأستاذ عبدو هيجي: وحين انشقت قوات التحرير الشعبية عن الجبهة الأريترية في عام 1970 ميلاد، والتي تحولت فيما بعد إلى الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا في عام 1977، كانت اللغة العربية إلى جانب التجرينيا حاضرة في كل خطاباتها وأدبياتها السياسية والتثقيفية والتعبوية والإعلامية. ولما كانت الجبهة الشعبية نتاج صراع مرير في الساحة الأريترية بين قوى التخلف والإعوجاج من جهة، وقوى التقدم والمسار الصحيح من جهة أخرى، وما أفرزه هذا الصراع من تركيبة جديدة أملتها ظروف تدفق آلاف الشباب من الهضبة إلى الميدان، فإن استخدام اللغة العربية لم يكن سائدا بذات المستوى الذي كان فيه داخل الجبهة. هو ينتقد الجبهة، جبهة تحرير الإريتريا، وهو مسؤول عن كلامه. ومع ذلك حرصت الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا كل الحرص بأن ألزمت نفسها على إصدار كافة أدبياتها من بيانات ومنشورات ودوريات ودراسات باللغة التجرينية والعربية، وعقد كل من سينماراتها واجتماعاتها الجماهيرية باللغتين العربية والتجرينية، وحتى حين بدأت صوت الجماهير الأريترية بثها من الأراضي المحررة في عام 1979 بدأت باللغتين العربية والتجرينية. وكان للقسم العربي بإذاعة صوت الجماهير الأريترية آنذاك وحتى الاستقلال دور كبير في بلورة فكر وممارسة الجبهة الشعبية، وعكس كافة إنجازاتها وعطاءاتها بل كافة انتصاراتها، لأنه هو أحد كوادر الجبهة الشعبية يقول هذا الكلام. وبعد التحرير الذي ذكره انقلب وصارت اللغة العربية أضعف اللغات في أريتريا. ويقول: وكان لهذا القسم، يعني صوت الجماهير الأريترية، في الالتحاق عشرات الآلاف من الشباب إلى الجبهة الشعبية. فضلا عن ذلك كانت اللغة العربية تدرس كلغة في مدرسة الثورة وكل المدارس التي أنشأتها الجبهة الشعبية داخل الوطن أو في معسكرات اللجوء بالسودان. وكانت هناك مساعي حميمة لتدريس المقاتلين في الميدان اللغة العربية. هذا في تنظيم الجبهة الشعبية.
ولكن هناك قوات التحرير الشعبية كان لها مدارس ما يسمى بجهاز التعليم الإريتري في بلاد المهجر في السودان، في كسلا، بور سودان والقضارف وغيرها من الأماكن. وأولت الجبهة الشعبية تماما كما فعلت الحركة والجبهة اهتماما بالمنطقة العربية. الحركة التي بدأت عام 1958 حركة تحرير إريتريا، ثم الجبهة التحرير الإريترية التي نشأت في الستينات، في بداية الستينات في القاهرة، كذلك أقنعت ونجحت من خلال إرسال وفودها وأدبياتها إلى المنطقة من إقناع الكثير من الإريتريين في بلاد المهجر والقوى السياسية العربية المختلفة ببرنامجها وخطابها السياسي وتوجهاتها الفكرية. في ذلك الوقت الجبهة الشعبية كانت هذه نظرتها أن اللغة العربية هي جزء لا يتجزأ من ثقافة الأمة الإريترية، ولكن كان هذا لمرحلة. بعد التحرير حصل انقلاب على اللغة العربية، وقد استخدمت الجبهة الشعبية اللغة العربية في كافة مساعيها الهادفة إلى التواصل مع الأريتريين في الداخل وفي بلاد المهجر، وكانت تصدر العديد من الأدبيات باللغتين العربية والأهم. لأهمية اللغة العربية في إريتريا اهتمت الجبهة الشعبية، والتي أنكرت بعد الاستقلال اللغة العربية، كانت تستخدم اللغة العربية في جذب المهاجرين والعرب. فكانت هنالك صحف تصدر باللغة العربية، ومنها مرآة المناضل والمناضل والطليعة والشرارة في عام 1974، وصوت الشعب بلاغات إريتريا في عام 1976، وكذلك صحيفة العمل والميليشيا الشعبية وشعاع الصحة في عام 1977، والأحداث صحيفة الأحداث في عام 1978، وصحيفة الحرية في عام 1981، وفي عام 1986 المناضل، كذلك صحيفة نشرة إريتريا في عام 1983، وعدوليس في عام 1984، ورسالة إريتريا في عام 1986، والمناضل وساقم 1987. هذه الصحف والجرائد كانت تصدر من تنظيم الجبهة الشعبية باللغة العربية لمعرفتها بأهمية اللغة العربية للمجتمع الإريتري والمحيط العربي. فضلا عما تقدم، يقول هكذا الأستاذ عبد هيجي، فضلا عما تقدم فإن لجوء شعبنا خلال السنوات 50 الماضية إلى دول الجوار مثل السودان والدول العربية الأخرى أدى إلى تعلم الآلاف من اللاجئين في المعسكرات والمغتربين في الدول العربية المختلفة، كذلك أبنائهم الذين ولدوا وترعرعوا هناك تعلموا جميعا اللغة العربية وأجادوها، وأصبحت لغة تواصل يومية بينهم، ولغة تعبر عن مكنوناتهم وثقافاتهم المقرونة بعاداتهم وتقاليدهم الأريترية الأصيلة. هذا كان فهمه عبد هيجي، أن اللغة العربية هي أصيلة في المجتمع الإريتري، لذلك لازم أن تكون أصيلة في الحكومة الإريترية، وهذا مما أدى به إلى عزله. وبعد تحرير كامل التراب الإريتري استمرت الحكومة الإريترية بنفس نهج الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا، إلا أن اللغة العربية وانتشارها واجهت إشكاليات كثيرة أفرزها الواقع الجديد من ناحية، وقصور الفهم لأهمية هذه اللغة من منظور تاريخي ثقافي. لذلك القومية النصرانية أو
هؤلاء رفضوا اللغة العربية وافتكروها هي لغة الإسلام ولغة العرب. من ناحية أخرى، ومن المتوقع أن يناقش هذا المؤتمر بإسهاب. هذا المؤتمر عقد في سنة 2010، عقدته وزارة التعليم الإريتري، دور اللغة العربية في المجتمع الإريتري، وقدمت فيها أوراق من ضمنها ورقة الأستاذ عبد الهيجي، ورقة المناضل محمد سعيد ناود رحمه الله، وورقة الأستاذ السفير أحمد بادوري. إذن أهمية اللغة العربية في إريتريا، يقول الأستاذ عبد الهيجي إن إريتريا هي دولة لا يتعدى سكانها 5 ملايين نسمة، وشعبها يدين المسيحية والإسلام. هذه الدولة الناشئة تحتل موقعا استراتيجيا هاما على البحر الأحمر، ومحاطة بدول قديمة من الناحية التاريخية، وكبيرة من حيث المساحة والسكان والموارد الطبيعية. ففي الجنوب هناك إثيوبيا الكبيرة في المساحة والموارد والسكان، إذ يقدر عدد سكان إثيوبيا ب80 مليون نسمة في ذاك الوقت، الآن تجاوزوا 100، وهذا العدد قابل لأن يتضاعف خلال السنوات 50 القادمة ليصل إلى أكثر من 150 كما تنبأ، أو دراسات هي تنبأت وصول عدد سكان إثيوبيا إلى 150 مليون نسمة، الآن أكثر من 120 مليون. وأما في الشمال والشمال الغربي هناك السودان الذي يصل عدد سكانه اليوم نحو 40 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف خلال العقود الثلاثة القادمة. وبحكم حجمه وموارده يعد هذا البلد مهما بالنسبة لأريتريا، هذا السودان. ونحن كما ذكرنا لا نعترف بالحدود السياسية التي وضعها سايس بيكو، ولكن أجبر الناس عليها. فهذه البلاد كانت مفتوحة، كل يذهب ويروح كما شاء. وعلى الرغم من أن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها اليوم، فهو بلا شك مقبل على طفرة اقتصادية. هذا السودان، يقصد هذا السودان، لكن للأسف الشديد السودان هو أسوأ ما يكون في حاله اليوم. سيكون لها أثرها الإيجابي على إريتريا وعلى المنطقة بشكل عام. وفوق ذلك يعد السودان عمقا استراتيجيا هاما لا يمكن لإريتريا الاستغناء عنه أو المساومة بشأنه على المدى القريب والبعيد. إلى فاصل قصير مشاهدي الأعزاء، ثم نعود إليكم. الحمد لله حمد الشاكرين، وله النعمة والفضل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم بعد فاصل قصير، ونكمل ما بدأناه من قراءة في ورقة الأستاذ عبد الهيجي. ويقول على الضفة الشرقية للبحر الأحمر هنالك اليمن الذي يقدر عدد سكانه ب 22 مليون نسمة، وهو يعد أقرب البلدان العربية إلينا بعد السودان، إذ لا يفصله عنا إلا الممر المائي، أي البحر الأحمر الذي يضيق كثيرا في بوابته الجنوبية، إلى درجة أن المسافة بين ميناء عصب وميناء مخا لا تتعدى الساعة الواحدة بالقوارب التقليدية. يعني كان هناك تواصل منذ القدم بين الجزيرة العربية وشرق أفريقيا. فتجاوز هذا البلد معضلات اليوم الداخلية والخارجية،
واستقرار أمنه وتقدمه وازدهاره يصب في مصلحة إريتريا، يقصد اليمن وأمنها حاضرا ومستقبلا. أما السعودية التي يقدر عدد سكانها ب 28 مليون نسمة، تتمتع بثقل إسلامي وسياسي واقتصادي كبير في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. كانت هكذا السعودية وجهة للمسلمين، وهي المركز للعالم الإسلامي في ذاك الوقت، ولكن الآن تغيرت. هذا الثقل سيستمر لفترة طويلة طالما استمرت المملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط وكقبلة للمسلمين العالم أجمع في حج والعمرة. والعلاقة القائمة بين إريتريا والمملكة اليوم هي علاقة مبنية على حسن الجوار والشراكة، وقائمة على تفاهم مشترك حول أهمية أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وهذه العلاقة قابلة للتطور أكثر إذ ما استطعنا جذب المستثمرين وجعلنا من المملكة سوقا لمنتجاتنا المختلفة. وإذا نظرنا لمنطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع، فإن عدد سكان المنطقة العربية المحيطة بنا يفوق 200 مليون نسمة، اللي يقصد الجزيرة العربية أو الخليج العربي. وبالنظر إلى التاريخ القديم والحديث للمنطقة المحيطة بنا ودراستها بتأن وروية وبتحليل مستجداتها تحليلا علميا ثاقبا، والتعمق في مصادر المهددات والمخاطر التي واجهت بلادنا، فإننا نستنتج بأنه وطوال 400 عام الماضية، وبدأ من قبر دنجل في عام 1598، ثم رأس ميكائيل سحول ورأس ويبي ورأس أولولا على التوالي، ومرورا بهيل سلاسي والدرق، ثم أخيرا الوياني يقصد بجبهة الشعبية التجراي. النظام الحالي في إثيوبيا ظل الخطر المباشر والكامن الذي يتهدد الأمن القومي الأريتري. هم الذين جاءوا بهذه الجبهة الشعبية لتحرير التجراي، ثم بعد ذلك حصل اختلاف بينهم. والمصلحة الوطنية الأريترية يأتي من الجنوب، وسيظل هذا الخطر كامنا ومستمرا لعقود طويلة إلى الآن. مشاكل بين إثيوبيا وإريتريا مشاكل مفتعلة حتى لا تستقر هذه المنطقة وينعم أهلها بالأمن والرفاه. ويقول: ولا شك بأن كل المهددات اليوم وفي المستقبل ستأتي من ذات المصدر، إن بشكل مباشر أو غير مباشر، وإن بذات الذرائع القديمة أو بحجج ومسببات حديثة مفبركة. وأيا كانت الذرائع والمبررات، فإنها بلا أدنى شك نابعة من نزع التوسع والتغول والاستحواذ في عقول حكام إثيوبيا. طبعا الإثيوبيون يعتبرون أنفسهم دولة كبيرة، وهي دولة حامية للنصرانية في هذه المنطقة، ويرون كل الدول الصغيرة هي تابعة لهم هكذا. ويقول: فضلا عما تقدم، فإن إريتريا المقبلة على الاستفادة من ثرواتها الطبيعية الهائلة على المدى المنظور. كان يحلم هذا الشخص بهذا المستقبل الباهر لإريتريا، ولكن للأسف الشديد الحال يسوء. وستواجه على طول حدودها الجنوبية تحديات كثيرة تطال منها أمنها واستقرارها وحتى السيادة الوطنية. وستتضاعف المهددات وستتبدل أشكالها وأسبابها ومسبباتها كلما انتعش الاقتصاد في إريتريا وكلما تقدمت وازدهرت البلاد. فالثروة الكامنة في إريتريا الآن تقلق مضاجع أعداء الأمس واليوم، يقصد إثيوبيا، وسوف لن يهدأ لهم بال إلا ويختلقون المزيد من الحيل والدسائس للنيل من قدراتنا على الاستفادة من مواردنا. وطبعا دخل السياسة وهو يتكلم عن اللغة العربية، ولكن حشى السياسة في هذه الورقة.
وستزداد المهددات الآتية منه كلما ازدادت الثروة وانتعش الاقتصاد واستقر أمن البلاد والعباد. وهنالك في الجانب الآخر المنطقة العربية المحيطة بنا والتي تعيش الآن حالة من الانتعاش الاقتصادي بسبب مواردها من البترول ومشتقاته، والتي في ذات الوقت تتوجس كثيرا من ظاهرة التعصب والتطرف الديني، وبذات المستوى من الهيمنة الأجنبية الساعية إلى استحواذ ثروات ومقدرات المنطقة. ومع ذلك فإن هذه المنطقة أي المنطقة العربية رغم انتعاشها الاقتصادي والتحديات الداخلية والخارجية المحيطة بها، ورغم قلقها المستمر والدائم من الهيمنة الغربية، ستبقى من المنظور الاستراتيجي المقرون بالمصلحة الوطنية الأريترية منطقة صديقة وحيوية بالنسبة لأريتريا، يقصد الخليج العربي وبالذات السعودية التي تطل علينا من شرق البحر الأحمر، والاقتصادية وأمنها القومي سواء كان على المدى القصير أو الطويل. المنطقة العربية كانت وظلت منطقة صديقة ومتضامنة مع خياراتنا الماضية، لأن العرب وقفوا مع الثورة الإريترية منذ بداياتها حتى تحرير أريتريا، ولكن هذا صار من النكران بعد تحرير إريتريا. ولم تكن هذه المنطقة عبر التاريخ القديم والمعاصر معادية لتطلعاتنا في أن نقرر مصيرنا بأنفسنا، ولم تشكل تهديدا لأمننا الوطني أو لمصالحنا الاقتصادية وثرواتنا الطبيعية، لا عشية الاستقلال ولا اليوم أيضا، بل ظلت طوال 50 عاما الماضية مؤيدة لحقنا العرب، يقصد لحقنا في تقرير مسيرنا بأنفسنا، ثم داعمة لاستقلالنا واستقرارنا ومساهمة في برامجنا التنموية الهادفة إلى إنعاش اقتصادنا. وفوق ذاك فإن ما نعمله ونقوم به اليوم جاهدين لصون استقلالية خياراتنا وقراراتنا يتطابق مع ما تسعى إليه هي، حتى وإن لم يكن في العلن، إلى امتلاك قرارها المستقل والتخلص من التعصب والتطرف الديني من جانب، والهيمنة الغربية من جانب آخر. ومن هنا نخلص إلى القول بأنه بالنظر إلى المستقبل بآفاق رحبة ورؤية ثاقبة وواقعية بعيدا عن واقع الحال اليوم وتعقيداته النابعة من التدخلات الأجنبية، فإن إريتريا بتاريخها وموقعها وتركيباتها السكانية وتعدد ثقافتها ودياناتها، وفوق ذلك موقعها الاستراتيجي الهام ونظامها العلماني، ستبقى جسرا متينا للتواصل والتفاعل مع الجنوب بين الجنوب بكل مكوناته. هذه ورقة للأستاذ عبدو هيجي. والثقافية والوجدانية والعالم العربي بكل تفاعلاته السياسية والاقتصادية والثقافية والعقائدية، تعزيز هذا الجسر وتمتينه خيار تمليه علينا مصالحنا الاستراتيجية وأمننا القومي، وتفرضه علينا أهمية ديمومة تفاعل المنطقة بأسرها أي المنطقة العربية واستقرارها وازدهارها. فضلا عن ذلك فإن المنطقة العربية ستظل واحة آمنة ومنطقة حيوية داعمة لأمننا وتنمية اقتصادنا. ولكن هذا الكلام كلام كما يقال يعني إنشاء لم يطبق، بل حصل هناك خروقات في المنطقة وحروب بين العرب وإريتريا وهكذا، وستبقى هذه المنطقة على المدى القريب والبعيد سوقا لمنتجاتنا. أين المنتجات الآن؟ لا توجد منتجات، ومصدرا أساسيا للسياح والزوار الآتون منها إلى بلادنا. إريتريا منطقة سياحية تمتاز بجو جميل خاصة في الهضبات المرتفعات الإريترية، ويقول وتعد أيضا سياجا يخدم حماية مصالحنا وأمننا القومي من الأطماع التي تهددنا دوما من الجنوب، يقصد إثيوبيا،
فإذا كان الأمر كذلك فإنه من الضرورة بمكان التفكير جليا للعمل بجدية وبخطة مدروسة بعيدة المدى على معرفة المنطقة المحيطة بنا معرفة عميقة، والتعاطي مع واقعها ومستجداتها وهمومها وكل ما يحيط بها من مهددات داخلية وخارجية بالمعرفة والعلم والرؤية الثاقبة، وكذلك بقراءة تاريخها قراءة صحيحة، والنظر إليها لا من منطلقات عاطفية آنية وضيقة للغاية، بل إن من الناحية الاستراتيجية المقرونة بأمننا القومي ومصالحنا الوطنية الخالصة. لذلك فإنه يتوجب علينا أن نعلم أبناءنا اللغة العربية. هذا السرد الطويل على علاقة إريتريا بالمنطقة العربية، فقال يتوجب علينا أن نعلم أبناءنا اللغة العربية كإحدى اللغات الإريترية الهامة، ولارتباط هذه اللغة بمصالحنا الاقتصادية والتجارية وأمننا القومي على مدى القريب والبعيد. إلى حلقة جديدة قادمة بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.